انا عمري 20 سنه حاليا، واتعرفت على حد من 2019. هو اكبر مني ب8 سنين، مناسب ليا قوي قوي وحبيته قوي، وكان بيفهمني ومفيش ولا غلطه. كان بيديني حريتي مش زي اغلب الشباب اللي بيتحكموا في البنات، وبيدعمني وبيشجعني في دراستي. المهم ان هو كان كامل بالنسبه لي. وبعد سنه ونص ماما عرفته. في الاول رفضته وبعدها وافقت عشان انا بحبه. مش دي القصه. القصه جايه بقى، القصه هنعرفها دلوقتي. ان هو بيطلب مني حاجات المتجوزين، وانا بقول له ما ينفعش. بس الموضوع اتطور وفضل يطلب مني حتى صور، وانا بقعد اصده وبنتخانق. انا مش مستحملها وعايز، بيقول لي انا مش مستحمل وعايز اتجوز. قلت له اتجوز. يقول لي انا مش عايز غيرك انتي، وانا هتجوزك انتي. المهم بابا رافض عشان عايز نكمل دراستي، عشان كده بنستنى. وكل ما اقول له بلاش كلام يقول لي انا مش قادر، انا بحب الحاجات دي، وكمان بيتمتع لما اتعرف على شباب، ودي حاجه تثيره قوي. يعني هو بقى مش مساله ان هو مش متحكم زي الشباب، لا هو بالنسبه له دي نقطه يعني بترضي غريزه عنده. احي عليا، مش عارفه اعمل ايه. انا بقيت مش بطيئه وكرهته. انصحيني، انا بنت جميله قوي وشقره كده وجسمي حلو. هو بيقول لي مش قادر امسك نفسي عليكي. بوبي، البوبيهات هي اللي بتعمل كده. كل مره بنتخانق بسبب الموضوع ده. حاولت انصحه وبقول له بلاش كده، لو بتحبني ربنا هيعاقبنا ومش هيبارك لنا. يقول لي لو حرام يبقى العلاقات وكلامك معايا كمان حرام. انا دلوقتي مش طايقه اكلمه ولا ابص في وشه. المهم ان هو جاب لي هديه عشان يراضيني، ولما اتقابلنا مش طايقاه ومش عارفه اعمل ايه. هو كويس وكل حاجه، بس ما فيهوش غير العيب ده. محسساني ان هي حاجه تافهه. ده اكبر عيب ممكن تواجهيه في شريك حياتك، انه يكون بتاع الحاجات دي فقط. قلتي ان هو في الاول كان كويس وكان ودلوقتي بيتخانق معاكي عشان ده، وهو عارف ان هو حرام. معلش يعني اعذريني. يعني في حال ان هو لقى الاجمد هتلاقيه بيلهس وراه، وفي حال ان انتوا اتجوزتوا وبقيتي انتي مش المزه اللي كانت موجوده في الاول، هتلاقيه بيلهس برضه ورا غيرك. ربنا مدينا عقل عشان ما تبقاش الغريزه هي اللي سايقانا. وكلمه انا مش قادر امسك نفسي عليكي دي لوحدها يعني جوهره هو اداهالك كده. ايه يا اسطى، ايه يا اسطى الجو ده حتى القطط في الشارع بيبقى عندها كده ذوق وطريقه كده، ما بينقضوش على بعض ايه اللفظ ده. وسيبي بقى كل اللي انا قلته ده، لان ده في كفه، وحته ان بيصيروا ان انت تكلمي شباب دي في كفه، دي في كفه 10. اختصارا للكلام الكتير قوي اللي انت اكيد هتشوفيه في الكومنتات. باي باي، مع السلامه، باي باي، ومش معايا في امك جاي. واجري بقى، اجري بقى، شوف لك كلبه بقى. وما تنسيش تتابع الكومنتات اللي انا عارفه اغلبها هتبقى عامله ازاي.